سؤال، طب انا ابويا مش بيحبني، وعلى فكرة بقى يعني بيني وبينك الاهتمام ما بيطلبش برضه، فانا يعني بس فسايبينك براحتك، ولكن الفكرة هما فيها ان هما مش يعني مش عارفين ان هما يهتموا بيك. دنيا عايزانا نكون سوا. طبعا بحب امير عيد زمان، مش دلوقتي، كان الرابر المفضل عندي بصراحة يعني، ولكن الحمد لله ربنا تاب علينا، الحمد لله ربنا يهدي الباقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة حلقة جديدة من حلقاتنا ليه؟ النهاردة هنتكلم عن موضوع غاية في الأهمية، وأكيد شفتوا من الصمنيل، فالنهاردة حلقة جديدة ليه؟ بر الوالدين. جماعة حلقة النهاردة لو فضلت أقول لكم عن أهميتها مش هيكفي. جماعة لو فضلت أكتب بمية البحر مية هتخلص وأنا لسه ما خلصتش كتاب. جماعة عبادة النهاردة من أول العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بيها. جماعة حلقة النهاردة حلقة غاية في الأهمية. جماعة قبل ما تبدأوا الفيديو ده لازم تروحوا تبوسوا ايد امكم، لو ابوكم موجود تبوسوا ايده، ترجعوا بسرعة عشان تحضروا الحلقة، ويلا نبدأ. مبدئيا احنا ليه بنبر الوالدين؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بده. أول حاجة في القرآن الكريم قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبعدين اللي بعدها على طول قال ايه؟ وبالوالدين إحسانا. فلو احنا جينا نبص لأصل الموضوع هنلاقوا ان بر الوالدين من مقدم العبادات عن اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بيها. يعني ربنا سبحانه وتعالى أمرنا ان احنا نعبده، وبعدها على طول نبر الوالدين على طول. فلك أن تتخيل أهمية العبادة دي عند ربنا سبحانه وتعالى. أنا معرفش ليه حاسس إن شعري طويل مع إن شعري حتى قد كده يعني، ماشي. المهم ربنا سبحانه وتعالى ما أمرناش ببر الوالدين أي أمر وخلاص، ده ربنا سبحانه وتعالى قدم عبادة بر الوالدين على عبادة الصلاة مثلا، على عبادة الصوم مثلا. وبالمناسبة ده ما يقللش من العبادات دي، بالعكس، ولكن ده يزيد من أهمية بر الوالدين. على سبيل المثال أنا بقرأ قرآن، مفيش حد يستغنى عن قراءة القرآن. أنا بقرأ قرآن، تمام، والدي نادت لي عبد الرحمن انزل ارمي الزبالة، تمام. أركز في القرآن ولا أروح أرمي الزبالة وأسمع كلام أمي؟ أسمع كلام أمي واجب، قراءة القرآن نافلة. يبقى لو أنا رحت هاخد حسنات أكتر من اللي أنا باخدها من قراءة القرآن. طبعا ربنا بيضاعف لمن يشاء. عرفتوا مدى الأهمية دي؟ ده رقم واحد. رقم 2 وده اللي هينقلنا على رقم 3، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. تخيل ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن ان احنا نقول ابسط الحاجات. زي ايه؟ زي مثلا انا قاعد في الاوضه دلوقتي بصور، ماما قالت لي يا عبد الرحمن، فاللي هو وانا قاعد يوه وكل شويه يا عبد الرحمن، هي ما سمعتنيش، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبني على اللي انا قلته ده. فلك ان تتخيل بقى، لك ان تتخيل انه هي مثلا بتكلمني او ما انا عامل لها كده اوف اسكتي بقى واقوم ماشي. تخيل ده عقابه ايه عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن ابسط الاسباب. فلك ان تتخيل ان في ناس معرفش في دماغهم ايه، بيشتموا امهم مثلا عشان شايفين ان هي بتحبه، او مش عايزه تاذيه، مش عايزه تزعله، فبيدوس عليها وبيشتمها. وفي ناس بتوصل معاهم لدرجه ان هو بيضربها. ليه ده كله؟ فلك ان تتخيل حسابه هيكون ايه عند ربنا سبحانه وتعالى، بل ممكن ان هو ما يدخلش الجنه بسبب ده. تمام. ثالث حاجه ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم، وعايزك تركز معايا شويه هنا عشان انا هقف هنا شويه. ربنا سبحانه وتعالى قال فلا تطيعهما، وبعدين اتبعها وصاحبهما في الدنيا معروفا. فلما انا جيت افكر كده واقول هو يعني ايه وصاحبهما في الدنيا معروفا؟ هو في اكتر من ان اهلي والعياذ بالله مشركين بالله وعاوزين ان انا اتبع ديانتهم اللي هو ان انا اكون مشرك بالله؟ مش اكبر من كده. طب ماشي، لو كده بقى ده انا اقاطع اهلي بقى؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى قال فلا تطيعهما، يعني ما اسمعش كلامهم، وصاحبهما في الدنيا معروفة. فانا لما جيت ابص لمعنى المصاحبة وصاحبهما في الدنيا معروفة دي معناها ايه، هلاقي ان المصاحبة دي ان انا مثلا لو عندي صاحب فانا باكل معاه وبشرب معاه وبهزر معاه، بروح في اي حتة معاه، بتكلم معاه طبيعي جدا.
فلك أن تتخيل أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول حتى لو أهلك مشركين بالله عز وجل ما تسمعش كلامهم في أنك تتبع دينهم، ولكن تصاحبهم في الدنيا معروفة في الدنيا، وفي الآخرة ربنا سبحانه وتعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، إحنا مالناش دعوة. فلك أن تتخيل أن لو أهلك بقى مسلمين أنت تعمل إيه؟ يعني لو أهلك مشركين بالله أنت تصاحبهم، فلك أنت أن تتخيل أن أهلك مسلمين مش مشركين، فانت تعمل ايه؟ مش بس تصاحبهم، ده انت تعمل لهم خدك مداس. دي اقل حاجه ممكن اقولها. الحاجه الرابعه تقريبا وهي حديث للرسول صلى الله عليه وسلم. ذهب رجل للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله اني قد ارتكبت كبيره من الكبائر. فقال له: هل امك على قيد الحياه؟ فقال: لا. قال: هل اباك على قيد الحياه؟ فقال: لا. قال: هل لك خاله؟ قال: نعم. قال: فالزمها، او قال: فالزم برها، او كما قال. ده إن دل فهو يدل. هو طبعا قصد الرسول صلى الله عليه وسلم إن منصب الخالة من منصب الأم، ولكن قصد الرسول صلى الله عليه وسلم إن لو أنا بريت أمي أو لزمت بر أمي فده تكفير لكبائر الذنوب والعياذ بالله. إن أنا لو عملت كبيرة من الكبائر والعياذ بالله فلزمي لأمي أو بري لأمي ولأبي، مش أمي بالذات، يعني بري لأمي، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم الأم على الأب. بري بأمي ولأبي كفارة للذنوب. فلك أن تتخيل قد إيه أنت يعني مش بس أنت لازم تعمل كده، أنت قد إيه بتجني ثمار ده. أنت يعني بتكسب كمية حسنات أنت لا تتخيلها، لأن دي حاجة عمر أخوي بيلعب، لأن دي حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيحبها. دي حاجة ربنا سبحانه وتعالى قدم عبادتها على كثير من العبادات. فأنا عايزك بس تتخيل معايا مدى أهميتها. ينتهي بقى على سؤال مهم جدا جدا جدا، كتير جدا بيسألوه، كتير جدا عايشين الحالة اللي أنا هقولها دلوقتي. سؤال: طب أنا أبويا مش بيحبني. طيب أنا عايز أسألك بس سؤال وإنت جاوبنا عليه. إيه الدليل أو إيه اللي عرفك إن هو مش بيحبك؟ هتقول لي ما بيضحكش في وشي كتير وما بيهتمش بيا، وعلى فكرة بقى يعني بيني وبينك الاهتمام ما بيطلبش برضه، فأنا يعني بس فيعني هو كده فهو ما بيحبنيش. فالإجابة بتاعتي هتكون لو هو فعلا ما بيحبكش هيطلع يشتغل بره ويفضل بره كل الساعات دي ويشقى ويتعب عشان خاطر يوفر لك فلوس ويوفر لك أكل عيش، لو أنت في جامعة يوفر لك فلوس الجامعة بتاعتك، فلوس مواصلاتك أو الباص أو السكن، وكل ده ما بيحبكش؟ هتقول لي ما أنا برضو مش شايف منه اهتمام. يا حبيب قلبي، الاهتمام ده مش شرط تشوفه في هيئة حضن أو في هيئة وردة أو في هيئة ابتسامة. أي نعم الكلام ده مهم، أنا ما قلتش إن الكلام ده مش مهم، ولكن الأب بيكون في مليون حاجة في دماغه، والأب بيكون مشغول وبيكون محطوط في ظروف وإنت مش عارف ظروف الشغل اللي هو بيمر بيها. فعلى الأقل أنت قدر الضغط اللي هو فيه ده. ولكن لما تشوف إن هو آخر الشهر بيقول لك فلوسك هي فلان أو فلوسك هي فلانة، لو هو مش بيحبك طب ما بكل بساطة مش هيتعب نفسه في إن هو يوفر لك كل المصاريف دي. وكلام الشخص دلوقتي على اللي في جامعات خاصة، انتوا بتبقوا مقدرين كمية المصاريف اللي احنا بنمر بيها. فلو باباك مش بيحبك او باباك مش بيحبك مش هيضطر ان هو يشتغل ويوفر لك كل الفلوس دي كل شهر وكل سنة وكل ترم. فبلاش ان احنا نقول انا بابا مش بيحبني عشان خاطر بس ما لقيتوش ان هو مبتسم لي، لقيت ان هو مثلا في شوية اهمال منه. وده اللي هينقلنا للنقطة الخامسة والاخيرة، وهي الضغوطات والاهمال الغير مقصود من الاهل. لما باباك ومامتك يكونوا مثلا مهملين شوية، او انت بتمر بوقت صعب هم مش شايفين ده او مش مقدرين ده. فلو انت بتمر بوقت صعب ايراد، هم بيمروا بوقت صعب 24 ايراد، وما بيقولولكش كل ده عشان خاطر ما يشغلوش بالك وعشان خاطر ما يشيلوكش هم فوق همك، فسايبينك براحتك. ولكن الفكرة هم فيها ان هم مش عارفين ان هم يهتموا بيك، لان هم فعلا الحياة بتديهم يمين وشمال، فهم مش عارفين يهتموا بيك او على قد المقدرة بتاعتهم. فبلاش ان احنا نكون حاسين بالنقطة دي من ناحية اهالينا، لان والله العظيم ما بيكونش قصدهم، لان هم لو قصدهم مش هيضطروا ان هم يتعبوا نفسهم ويكونوا في الدوامة دي عشان خاطرك وعشان خاطرك.
فأتمنى تكونوا فهمتوا كلامي، ولو أي أب أو أم بيشوفوا الفيديو ده يعني شكرا جدا لكم بالنيابة عن كل إخواتي، شكرا جدا، وربنا يديمكم فوق دماغنا. وبس كده، أتمنى تكونوا استفدتوا مني، أتمنى يكون الفيديو مطولش، أتمنى تكون شبعت وخلصت الوجبة بتاعتك، أتمنى تكونش ما قفلتنيش ومشيت من بدري. وبس كده، صلوا على النبي، بحبكم في الله، سلام عليكم.